تعالوا نتعرف على الكاتبة ريم بسيوني. هي كاتبة وروائية مصرية، اتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة إكسفورد بريطانيا في علم اللغويات. بدأت مشوارها الأدبي عام 2005 برواية رائحة البحر، وعام 2009 كانت رواية الحب على الطريقة العربية، وفي نفس العام صدر لها رواية بائع الفستق، واللي حصلت على جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة. وتوالت الإصدارات، وفازت بجائزة سويرس الأدبية عن روايتها الدكتورة هناء. وفي عام 2019 صدرت روايتها أولاد الناس ثلاثية المماليك، وفازت الرواية بجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة. وتوالت الثلاثيات زي رواية القطائع والحلوات. أسلوب ريم بسيوني بيمتاز بالبساطة والوضوح، لغتها سهلة وسلسة، وبتستخدم مفردات وألفاظ بسيطة في كتابتها. كنت